السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل بقى إيه؟ ترند بقى اليوتيوب بيتكلم عنه. عايزين نشوف الترند ده يستاهل الكلام عنه ولا لأ. فإحنا هنجربه مع بعض ونقول رأينا بصراحة. أنا هقول رأيي بصراحة. فطبعا هنعمل الفكرة مع بعضنا وهنقول ايه. رأيي بصراحة هو عبارة عن كيكة، لا هي كيكة ولا هو ايه بسكوت يعني. بين الاتنين هنشوف. هو بيقولوا مثلا بسكوت ويفر، كيكة. هنشوف الموضوع ده حلو يستاهل ولا لا. هقول مقادير. معايا كوبايتين دقيق، معايا معلقة نشا، معايا معلقة كاكاو، معايا فانيليا، معايا نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة نشا طبعا أنا قلتها، والشوكولاتة طبعا ايه اللي هي تتسيح هتحط من فوق البسكوت او الكيك، يعني بين الكيك وبين البسكوت. هنشوف. نعجن بقى ونشوف ايه. هنجيب الخلاط ومعايا بيضتين. معلش انا نسيت اقول ايه، معايا بيضتين. هنجيب بقى الخلاط وايه وهنشوف نعمل يعني نضرب في الخلاط معايا اهوت. هنكسر البيض، نحطه في الخلاط البيض الاول. بيضتين مش كبار يعني زي ما انتوا شايفينهم كده يعني. طبعا ما دام في بيض لازم فانيليا. طبعا الفانيليا دي يعني لا تذكر يعني. فانا حاطه كيسين لانها صراحه يعني قللوا الكميه فيها جدا. فحاطه كيسين. هنضرب بسم الله الرحمن الرحيم. هنضرب البيض. مش عايزه اطول عليكم، انا هضرب البيض وبعدين ايه دلوقتي ضربنا البيض. هنحط ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الزيت وهنضرب برضو. وهضرب. انا مش عايزه اطول عليكم بصراحه. حطي معلقه خل، معلقه خل صغيره بس كده عشان بس اي زفاره يعني. احط السكر، نص كوبايه سكر، واضرب برضو. اضرب لحد ايه السكر ما يختفي واجيلكوا بقى عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي خلاص انا ضربت المواد السايله اهي. احطها بقى ايه على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش حاطه كوبايتين كلهم. انا مش حاطاهم كلهم ليه بقى؟ علشان ممكن يعني في دقيق بيشرب ودي لا. كوبايتين ونص، حاطه كوبايتين وشايله النص. في دقيق بيشرب ودي لا. طبعا المكونات كلها لازم تنزل علشان دي من مقادير. بس كده. ابتدي بقى ايه اعجن. انا هعجن بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش بعجن، انا بلم. احط معلقه النشا عشان انا ما حطيتهاش. انا قلت معلقه النشا. معلقه النشا دي عشان ايه تدي هشاشه كده والحاجه تدوب في البق. بس انا بلم كده زي ما انتوا شايفين كده. انا ايه مش بعجن. ان احتاجت النص هحط. انا هحتاجه لان المقادير دي تقريبا كده يعني تقريبا متظبطه يعني اهو. احط برده شويه بشويه والم. هي مقادير بصراحه مظبوطه. بس خلاص نبتدي بقى نعمل ايه بقى. نقسم العجينه. اه خلاص. بس اقسم العجينه بقى نصين وايه ونحط النص على احط دي بس فيها معلقه زيت عشان بس كده.
عشان هحطها على ايه، انا هقسم العجينه ايه نصين اهو. خلاص المها بس كده اهي. هو المقادير بالظبط يعني أهي. ما شاء الله العجينه حلوه جميله اهي لمت. هقسمها بقى نصين. بس ايديا عايزه ايه، طبعا الكونتر نضيف. خلاص ايدي بس الزيت كده عشان عماله ايه ايديا ايه. خلاص لمي بس كل اللي على الكونتر كده اهو. نقسمها بقى ايه، شايفين العجينه جميله ازاي اهي. هقسمها نصين. شايفين العجينه حلوه ازاي. هقسم بقى العجينه نصين كده اهو كده قد بعض يعني. نص احط عليه كاكاو، نص ده احط عليه كاكاو اهوت. لازم الكاكاو كله يتوب فيه. عجينه كويس قوي. طبعا انا ما قطعتش خالص، انا عجنت كله معاكم ما قطعتش يعني. معلش بقى ان انا ايه طولت عليكم. انا كنت عايزه اقطع الفيديو بس انا ايه حبيت ان انا ايه اعمل كل حاجه معاكم اهو. خلاص هو انا بتوه ايه، بتوه الكاكاو اهو. خلاص الكونتر احسن حاجه والله يعني عارفه اهو. خلاص الكاكاو كله تاه اهو. العجينه ما شاء الله اهو. شايفين العجينه حلوه ازاي، لينه جميله يعني. خلاص ماشي. نمسح بقى ايه مكاننا كده، نمسح مكاننا علشان اهو. بس هنجيب كيس بقى، هنجيب كيس. دي بقى ايه نفرد العجينه. ادي العجينه. حطي كيس، كيس بس عشان ايه يسهل علينا، مش عشان حاجه يعني. يسهل يعني انا ممكن افرد كده عادي، هو ما فيهوش اي مشكله اهو. اهي تتفرد برضو بسهوله خالص. بس عشان ايه بص اهي يعني اهي. خلاص كده انا مش عايزاه ارقها قوي اهو. بس كده حلو، مش عايزه ارقها قوي كده حلو عشان لسه هتتفرد تاني. خلاص انا فردت دي، اركنها بس على جنب كده واجيب كيس تاني افرد العجينه ايه البيضه. احط الكيس كده، احط العجينه البيضه وافرد برضو. افرد اهو قد كده. هي العجينه طريه وجميله بتتفرد بمنتهى السهوله يعني، مش محتاجه حتى المردانه مش محتاجه المردانه خالص يعني. بصوا بايديا اهي فردتها خالص. لازم الاتنين يكونوا ايه قد بعض يعني، قد ما تقدري الاتنين قد بعض اهو. خلاص كده اجيب بقى ايه، اشيل بقى دي كده. اجيب العجينه احط العجينه دي على دي. قد بعض كده. خلاص هعمل ايه، هتنيها بقى. هتني دي على، انا عايزه العجينه بس البيضه فوق.
عايزه العجينه البيضه فوق تحت. اظبط بس دي كده، حتى لو يعني دي زايده شويه ما تقلقوش يعني اهو. انا بحاول ان انا اظبطهم يعني. قوم تانية بقى العجينه عشان ايه متلزقش مني بس اهي كده. انا بفرد بايدي اهو من غير بردانه ولا حاجه، ما يعني بصوا ممكن تمسكوا اهو مره كمان كده، ايه مرتين كده مرتين. احاول اظبط برضو كده، مش عايزه اطول الفيديو بس مش عايزه اقطعه برضو عشان ايه. مرتين وادي المره الثالثه. يعني بصوا اتنوها اي اتجاه، اي اتجاه عندكم اتنوها يعني. بصوا اي اتجاه اتنوها كده. المره الثالثه فاضل مره وخلاص. ادي ايه المره الرابعه. في اسهل من كده مفيش. دي المره الرابعه. حطي الكيس كده عشان ايه هحطه في الصينيه يبقى سهل عليا. دي المره الرابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تملي سمي وحبايب سموا عشان ايه ربنا يطرح في الاكل البركه ويبقى ايه يزيد فيه البركه ويطرح فيه البركه. انا طبعا ايه احاول ان انا ايه اعملها قد الصينيه. قد ايه الصينيه. الصينيه دي اللي انا هعمل فيها احاول ان انا ايه بصوا تبقى قدها. بس الم الجناب بقى كده. بشيلها بقى ايه. طبعا انا الصينيه علشان وانا بخرط يعني كده اللي بقطع ما تتجرحش، فحاطه الورقه دي بس هدخلها بقى ايه على الفرن. هي تاخد حوالي ربع ساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه. واجيلكوا بقى بعد ما تطلع. دلوقتي طلعت من الفرن شايفين. طبعا انا اختبرتها بايه بخله، وكانت الحراره بتاعتها 160 زي ما بتسوي مثلا اهي. ندلو بقى ايه. معلش المقطع ده إيه يعني انا فكرت ان انا صورت وانا بعمل الشوكولاته على حمام ميه، او لو عندك ميكروويف بتدخليه على الميكروويف على طول. بس كده شايفين الشوكولاته وهي ايه عشان هتنشف لازم تتعمل على طول علشان بتنشف، لان هي دي شوكولاته خام. بس خلاص كده. نيجي بقى ايه خلاص. نيجي بقى ايه نجيب بقى نعمل بقى باي شوكولاته بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا معلقه كده. اعمل بقى ايه خيوط كده مثلا اي شكل يعني يرجع لك انت بقى. انا بعمل خطوط كده. دي شوكولاته بيضه برضو. معلقه بكيس يعني. وطبعا هقطعها علشان لو نشفت معاكي هتكسر لانها زي البسكوت كده. اجيب خله بقى
اجيب خله وايه، واحاول بقى ايه، اروح واجي اروح واجي. بس كده. اجيب بقى السكينه وايه، واقطعها واجي لكم بقى على الشكل النهائي. لازم اقطعها ايه قبل ما تنشف. طبعا التقطيعه اللي انتوا ايه حابين تقطعوها. يجي لكم بقى ايه على الشكل النهائي. بس كده، يجي لكم على الشكل النهائي. وده الشكل النهائي. عايزه اقول لكم حاجه بجد بامانه، طلعت جميله جدا. شايفين الطبقات؟ شايفين الطبقات؟ اهي الطبقات اهي، شايفين؟ شايفين الطبقات؟ شايفين جميله قد ايه؟ طبعا التقطيعه اللي انت عايزه تقطعيها قطعيها اهي. شايفين الطبقات جميله ازاي؟ اهي طبقات اهي. صراحه بامانه طلعت حلوه قوي قوي. وافتح لكم واحده، بصوا. شايفين؟ شايفين من جوه عامله ازاي؟ لا لا، بجد بجد ترند جميل جدا، وفكره حلوه حلوه. وممكن تعملي منها صواريخ كده، تقطعي برضو اذا ما انت عايزه تقطيعها اللي انت عايزاه اهو. طبعا الشوكولاته بتنشف من فوق، وايه واللي هي بين البسكوت وبين الكيك، يعني هي برضو ايه، ما هياش طريه. هي جميله كده بتدوب في البق. والشوكولاته دي ممكن تعمليها على حمام ميه، تحطي ميه وتحطي فوقها بوله. بس الميه ما تطولش البوله، يعني الميه تحاولي تهديها خالص، تغلي بس كده وتسخنيها وتحطيها وتحطي الشوكولاته عليها تسيح بس. وتروحي زي ما زي ما انت شفتيني كده، عملت الشوكولاته على الترند الجميل، الحلوه الجميله. طبعا حلوة جميلة، جربوها. ومقاديرها بسيطة جدا وفي متناول الإيدين، يعني هتلاقوها في البيت. وأنا عملتها بأمانة جميلة جدا حلوة. وجربتها معاكم أول مرة أعملها. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.